ايه سر صلصة المحشي اللي بيبقى لونها اخضر وجميل بالرغم اللي احنا مخزنينها في الفريزر؟ هقولك دلوقتي على كام تركة هنعملها هتخليها لونها اخضر وجميل. اول حاجة، بنجيب بصلتين كبار، نفرمهم في الكبة فرمة بسيطة كده، مش فرمة ناعمة قوي، وبنحطهم على شوية زيت وبنقليهم لحد ما يغيروا لون، يبقى لون ذهبي وجميل كده. اول ما اللون يتغير زي ما انتم ما شايفين بنحط عليها الطماطم. وهقول لكم على كام تركة يفضل تعملوها بتخلي الصلصة طعمها حلو قوي. اول حاجة اللي احنا بنحط كمية قليلة من السكر، سكر مش ملح. ده بيخلي الصلصة طعمها مسكر وحلو وفي نفس الوقت بيقلل الحموضة. دي اول تركة معانا. بعد كده حطيت التوابل بتاعتي، ملح، فلفل اسود، كمون وشطة. تاني حاجة بيخلي الصلصة طعمها حلو قوي ولونها احمر وجميل ان انا بحط معلقة كبيرة دبس رمان، بيديها كمان مزازة بيخلي طعمها حلو قوي. واسيبها على النار، هي كده بتبقى شبه خلاص استوت، بسيبها على النار شوية صغيرين بتبقى استوت بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهنيجي هنا للنقطة المهمة اللي بتخلي الخضرة مهما خزناها بتبقى لونها اخضر وجميل، اللي احنا بنخزن الصلصة لوحدها والخضرة لوحدها، ولما بنيجي نستخدم بنضيف الاتنين على بعض على الرز. ده بيخلي الخضرة لونها اخضر وجميل مهما اتخزنت في الفريزر زي ما انتم ما شايفين. وبالهنا والشفا.